السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة بقى احكي لكم على موقف غريب حصل معايا. اقسم بالله كان اغرب موقف شفته في حياتي وانا بربي الطيور. ان الفرخة دي شكلها كان زي ما يكون تعبانة اليوم كامل، واقفة مش راضية تاكل خالص، ولو كلت بترجع. آه، اللي بيربي طيور عارف ان الفرخة بطبيعتها اول لما تحطي الاكل قدامها بتنزل تاكل على طول، لكن دي ولا كأنها شايفة الاكل. استغربنا جدا لان مفيش طير او حيوان بيبطل ياكل اكل كامل، دي معناها ان في حاجة فيه. فمسكناها بقى ونشوف ايه اللي منعها ان هي تاكل، لان في حاجة غريبة واقفة في زورها كبيرة جدا. حاجة في زورها لا هي عارفة تدخلها ولا تطلعها. الفرخة بقالها يوم كامل مش قادرة لا تاكل ولا تشرب، ولو الموضوع فضل كده ممكن تتخنق او تموت من الجوع. فقررنا بقى نفتح لها ونطلع الحاجة اللي واقفة في زورها. بس كنا خايفين جدا لان ممكن اي غلطة ممكن تسبب لها نزيف وممكن تموت مننا، بس كان لازم ان احنا نتصرف لان هي لا تموت لا خلاص كده. والله يا جماعة اللحظة دي كانت صعبة جدا، ايدينا بتترعش لان احنا خايفين اي غلطة صغيرة ممكن تجيب لها نزيف. اهم حاجة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. فضلنا بقى نفتح واحدة واحدة. اول حاجة يا جماعة لازم تعرفوا انكم تتابعوا الطيور بتاعكم كويس، لان اي طير او اي حاجة عندكم بتوقف اكل يبقى فيه حاجة فيها مش طبيعية. هتشوفوا دلوقتي ايه اللي هيطلع من زورها. المنظر وهو بيطلع كان مرعب جدا، لدرجة اني لو ما كنتش شايفاه بعيني ما كنتش هصدق ان الفرخة ممكن تبلع حاجة بالحجم ده. وهي يا جماعة تطلع دلوقتي راس فلفل، هي راس فلفل كبيرة، وهي مش عارفة تطلعها ولا تبلعها لانها كبيرة جدا عليها. هنعقم بقى وهنخيطها، ولازم نعقم عشان ما نسيبش تلوث، فرصة ان هو تتلوث او يجيلها التهابات وكده. وعايزة اقول لكم على حاجة مهمة جدا. الموقف ده خلاني افكر ان الطير حياته ممكن تضيع في لحظة بسبب تفصيلة صغيرة. الفرخة كانت هتموت عشان راس فلفل، كانت هتتخنق، هتموت من قلة الاكل. عشان كده اللي بيربي لازم يكون عنده ملاحظة قوية، سرعة تصرف. القصة دي يا جماعة مش بس غريبة، دي كان درس لينا كلنا. التربية مش أكل وشرب، التربية مسؤولية وحياة أرواح بين ايدينا. فخدوا بالكم من طيوركم وراقبوهم أول بأول، وما تستهونوش بأي علامة غريبة. والحمد لله بعد ما خلصنا الفرخة قامت وفاقت وبدأت تتحرك كويس وتتنفس طبيعي. فلو انتي مربية طيور اول لما يبطل اكل او يظهر عليه حاجة غريبة ما ينفعش تسيبيه، لازم تتصرفي بسرعة. والاكل الكبير لازم نقطعه صغير عشان ما يحصلش انسداد ويحصل نفس اللي حصل. ممكن تفصيلة صغيرة ممكن تموتلك الطير عندك. وهنا كنا خيطناها. عشان كده انا نفسي اسمع منكم، هل حصل معاكم مواقف غريبة زي دي؟ اكتبولي في التعليقات، لان يمكن قصتكم تنقذ حد تاني. ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة عشان نوصل لكل اللي بيحبوا الطيور. واستنونا في الفيديو الجاي لان عندنا مواقف اغرب من كده بكتير. ويا رب يكون استفدتوا من الفيديو. شوفوا راس الفلفل كانت كبيرة ازاي، يا ريت يكون استفدتوا. مع السلامة.